بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أتساءل عن سر إحسان يوسف عليه السلام، وهو من صغره لم ير من الحياة إلا وجهها القاسي. كيف ظل محسنا في هذه الظروف الصعبة؟ وأظنني وجدت السر في قوله: وقد أحسن بي. هو لم ير في كل هذه الابتلاءات إلا إحسان الله معه ولطفه به. لم يسأل لما دخلت السجن وأنا مظلوم، بل قال: وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن. ولم يسأل لما فعل إخوتي هذا، بل قال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وحتى فتنته مع امرأة العزيز كان ما ثبته وتذكر الإحسان إليه. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. في كل ابتلاء يقع عليه لا يرى إلا أفعال الله المحسنة إليه. قلب كهذا يرى لطف الله به في كل تفاصيل حياته، يرى ويستشعر كرم الله وفضله وإحسانه إليه في كل محنة يمر بها. من الطبيعة أن يكون قلبا شاكرا ممتلئا بالنور ويفيض به لمن حوله.